القصة بتبدأ بكيني وهو لسه راجع من الشغل بتاعه، وبيروح البيت وبيلاقي اللاب بتاعه مش موجود. وبتكون أخته خدت اللاب بتاعه عشان تنزل برنامج بيحمل الأفلام من غير فلوس. وبعدها بياخد اللابتوب بتاعه وبيلاقي اللاب بتاعه متفيروس، وبينزل أنتي فيروس، وبعدها بيمسح كل الفيروسات اللي عليه. وتاني يوم كيني بيروح الشغل بتاعه، وبعدها بيروح البيت وبيدخل أوضته وبيقفل باب أوضته عليه، وبعدها بيعمل حاجة، وبعدها بيخش يغسل إيديه. ولما بيرجع أوضته بيلاقي جايله رسالة على الإيميل بتاعه، وكانت الكاميرا بتاعت اللاب بتصور كل اللي هو بيعمله. وهو بسرعة بيغطي الكاميرا، والهاكر اللي بيكلمه بيطلب منه يديله رقم تليفونه لإلا هيبعت الفيديو بتاعه لكل معارفه. وبعديها بيديله رقمه وبيبعتله رسالة وبيقوله هيتم تفعيلك قريب. وكيني بيكون مرعوب جدا ومش فاهم ايه اللي بيحصل. وتاني يوم بيروح الشغل بتاعه، بس أول ما بيوصل بيجيله رسالة من الهاكر وبيطلب منه يروح على مكان معين لإلا هينشر الفيديو بتاعه. وبيجري بسرعة وبياخد العجلة بتاعته وبيروح على المكان دوت. وأول ما بيوصل بيبعت لهم رسالة اللي هو في مكانه، وبعدها بيجيله واحد وبيسلمه صندوق، وبيكون على الصندوق دوت رقم. وبعدها بيطلع تليفونه وبيصوره بيه، وقال له أنا مش تبع الهاكر، أنا بيطلبوا مني حاجات بعملها لإلا هيفضحوني. وبيقول له أنا مش هقدر أساعدك في أي حاجة، وبيمشي وبيسيبه. وبيفتح الصندوق اللي معاه وبيطلبوا منه يديلهم الرقم اللي على الصندوق، وبعدها بيبعتوله مكان جديد يروح يسلم فيه الصندوق ده. وفعلا بياخد الصندوق وبيتجه على العنوان، وهو في الطريق بيشوف جوه الصندوق ايه، بيلاقي موجود جواه كيكة. وبعدها بيروح المكان اللي هم قايلين له عليه وبيخبط على الباب، بس اللي جوه الأوضة مش عاوز يفتح له. وبعدها بيعرف الهاكر ان هو مش عاوز يفتح له، وقال له عرفه ان انت جاي تبع مندي. وبعدها الراجل بيفتح له، وكيني بيقول له ان انا اتطلب مني اجيب لك الكيك هنا. والراجل دوت اسمه جاك، وبيقول له انت قلت اسم ماندي ليه؟ قال له هما اللي قالوا لي اتواصل معاك، وفي هاكر بيبعت لي رسايل وهو اللي اداني العنوان بتاعك. وبعدها جاك بيسأله انت تعرف حد فيهم؟ قال له انا معرفش اي حاجة، هما بيهددوني ولازم اعمل اللي هما بيقولوا لي عليه. وبعدها بيجي لجاك رسالة من الهاكر وبيكونوا ماسكين عليه حاجات هو كمان. وكيني بيطلب من الهاكر ان هو يمشي، بس بيرفض وبيقول له صوره الاول. وبعدها كيني بيصور جاك وبيبعت لهم الصورة، وبيكونوا باعتين لجاك مكان جديد يروحوه وياخدوا من هناك عربية. وبيبعتوا لكيني رسالة وبيقولوا له روح معاه وخد معاك قالب الكيك. وفعلا بيروحوا عند العربية وبياخدوا المفتاح بتاعها وبيتجهوا على المكان اللي الهاكر قايل لهم عليه. وجاك بيقول له إن هو متجوز وبيحب مراته جدا وعنده طفلين، بس في لحظة ضعف دخل على النت وحب يتعرف على واحدة صغيرة، وبعدها طلبت منه يبعت لها صوره. وفعلا بعت لها صور ليه في وضع مخل، وطلع كان بيكلم الهاكر وسحبه من تليفونه كل المعلومات الخاصة بيه، ولازم ينفذ كل اللي الهاكر بيقوله عليه لإلا هيفضحه قدام أهله. وكيني بيقوله إن هما صوروني قدام كاميرا اللاب، وقال له فيها إيه لما تتصور؟ قال له كنت بعمل حاجة مش هينفع أقولك عليها. قال له كل اللي في مرحلة البلوغ بيعملوا كده. قال له بس هما بيهددوني إن هما هيعرفوا أهلي كلهم وهينزلوا الفيديو على النت. وبعدها بيكملوا طريقهم لحد لما بيوصلوا للمكان اللي الهاكر محدده، وطلبوا منهم يدوروا جوه قالب الكيك. وفعلا بيفتحوه وبيلاقوا مسدس ونضارة وكاب. وبعدها بيبعتوا لهم رسالة تانية وبيقولوا لهم حددوا مين فيكم هيكون السواق ومين هيكون الحرامي. وبيبصوا قدامهم وبيلاقوا قدامهم بنك، وجاك بيقول لكيني ان انا هكون السواق وانت لازم تنزل وتحاول تسرق البنك. وكيني بيكون خايف جدا وما بيكونش عاوز يسرق، وجاك عشان بيكون خايف على نفسه بيفضل يخوفه ويقوله ان الحاجات اللي زي ديت بتفضل منتشرة على النت ومفيش طريقة عشان تقدر تمحيها من على النت، وكل اهلك وصحابك هيفضلوا شايفينك بنظرة حقيرة. لازم نعمل اللي هما بيقولولنا عليه لإلا هنتفضح. وفعلا بيشجعوا، وكيني بياخد القرار وبينزل عشان يسرق البنك. وفعلا بيخش يسرق البنك وبيكون خايف جدا وبيعمل حمام في مكانه
من كتر الخوف والرعب اللي هو فيه. وبعدها بياخد الفلوس من موظفة وبيخرج بسرعة وبيقابل جاك، وبياخدوا العربية وبيهربوا من المكان بسرعة. والهاكر بيبعتلهم رسالة جديدة وبيدوهم مكان جديد يروحوا عليه. ولما بيوصلوا المكان الجديد بيطلبوا من جاك انه يدمر العربية لوحده، وبيطلبوا من كيني انه يروح على مكان يسلم فيه الفلوس لوحده. وجاك بيقوله انا هتخلص من العربية واحرقها، ومش عاوزك تزعل من الكلام اللي انا قلتهولك، بس انا مش عاوز احنا الاتنين نتأذي. وبيودعه وكيني بيكمل طريقه. وبعدها كيني بيروح على المكان الجديد وبيكون موجود واحد هناك وبيطلع درون، وبيقوله ان هما طلبوا مني اول ما اوصل اطير الدرون، وبيكونوا بيتفرجوا عليهم من خلال الدرون. وبعدها الراجل اللي قدامه بيقوله ان هما طلبوا مني اكون موجود هنا عشان القتال اللي هيحصل ما بيننا. وكيني ما بيكونش فاهم قصده ايه، والراجل بيقوله ان هما قالولي ان انت هتيجي ومعاك فلوس وهنتقاتل لغاية الموت، واللي هيكسب فينا هياخد الفلوس ليه. وبعدها الراجل بيسأله هما بيهددوك بايه، قاله صوروني من كاميرا اللاب بتاعي، وقال له دوت اللي حصل معايا. وبعدها بيبعتلهم رسايل عشان يبدأوا القتال. وكيني بيطلع المسدس اللي كان معاه وبيحاول يقتل نفسه، بس المسدس اللي بيكون معاه ما بيكونش فيه طلق، وبيبدأوا يتعاركوا مع بعض. ومجموعة الهكرات اللي كانوا بيصوروهم بيكونوا تبع الدارك ويب، وفي ناس بتحط رهانات على اللي هيكسب فيهم. وبعدها بنروح على جاك وهو بيروح بيته وبيطمن على أولاده، وفجأة بيجيله رسالة على التليفون بتاعه وبيكون وش بيضحك. ولما بيدخل لزوجته بتسأله على مندي اللي هو كان بيكلمها، ومجموعة الهاكر بعتولها كل الداتا بتاعته. والشاب صاحب البشرة السمراء اللي قابله كيني فضحوه قدام عيلته كلها، وعرفوا عيلته ان هو بيخون مراته، وبعتوا الصور بتاعته كلها لمراته. وكيني قدر يتغلب على الشخص اللي كان قدامه. وبعدها والدته بتكلمه وبيرد عليها وبتقوله ايه القرف اللي انت كنت بتعمله دوت، الفيديو بتاعك الناس كلها شافوه على النت، واصحابك كلهم راح لهم الفيديو بتاعك. وبعدها بيقفل مع والدته، والهاكر بيبعتله الوش المبتسم وبيبلغ عليه الشرطة، والشرطة بتيجي وبتقبض عليه. والقصة بتخلص هنا. ولو تعرضت لأي عملية ابتزاز ممكن تكلم الشرطة الإلكترونية، وهي هتقدر تتواصل للشخص اللي بيبتزك وتقبض عليه. ولازم تكون شجاع وتواجه، وما تخافش من أي حاجة ومن الضغوطات اللي حواليك. ولو انت عملت حاجة غلط استغفر ربنا وتوب، لكن إياك تستسلم لحد بيبتزك. لو عجبك الملخص انزل اشترك في القناة ولايك عشان يدعمنا استمر. سلام.